اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن جامعه برج العرب التكنولوجيه. كنت عايزه انوه عن حاجه قلتها في الفيديو اللي فات عن كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه. الفيديو اللي فات كنت بتكلم عن كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه التابعه للجامعات التكنولوجيه الجديده وهي حكوميه، اما في جامعات تانية اسمها كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه وهي حكوميه، موجوده فين؟ موجوده في بني سويف وموجوده في المنوفيه. اما اللي كنت بتكلم عنها في الفيديو اللي فات هي كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه التابعه للجامعات التكنولوجيه الجديده. خلينا بقى نرجع لموضوعنا وهي جامعه برج العرب التكنولوجيه الجديده. تعتبر الجامعه دي من اهم الجامعات اللي لسه مستحدثه جديده في مصر. الجامعه دي فيها كليتين، كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه وكليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه. عايزين نتكلم نبذة سريعة كده عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. الكلية دي عليها إقبال شديد من طلاب الدبلوم وطلاب ثانوية عامة. طب إيه هي أقسام الكلية دي؟ الكلية دي فيها 5 أقسام. فيها قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الجرارات والمعدات، وقسم الغزل والنسيج، وقسم السكك الحديدية، وقسم التغذية. أما بقى الكلية التانية الموجودة في جامعة برج العرب وهي كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. عايزين نتكلم شوية عن الأقسام الموجودة فيها. هي فيها 4 أقسام. أول قسم معانا وهو قسم تركيبات الأسنان. القسم ده من أهم الأقسام الموجودة في الجامعة. ليه؟ القسم ده بيعمل على إرجاع ابتسامة المريض أو بيرجع له ثقته في نفسه. ليه؟ المريض وهو بيحس إن هو فقد سنة أو ضرس بيحس إن شكله مش أحسن حاجة، فده شغلنا بقى ان احنا نرجع له ابتسامته تاني وثقته في نفسه. احنا شغلنا بيبدأ بعد ما الدكتور يعمل اسكان او بصمة فم للمريض، بيبعت لنا المقاسات والاسكان. شغلنا بقى يبدأ وقتها ان احنا نعمل السنة او الضرس المفقود او طقم الاسنان اذا كان ثابت او متحرك. وتاني قسم معانا وهو قسم الصناعات الدوائية. القسم ده بيجمع ما بين 3 حاجات، بيجمع ما بين الهندسة والصيدلة والتكنولوجيا. ليه؟ بياخد من الصيدلة فهم الدواء وازاي بيتركب، وبياخد من الهندسة تصميم وتطوير الماكينات، وبياخد من التكنولوجيا ازاي يتحكم في خطوط الانتاج. القسم ده بيأهلك ان انت تشتغل في مصنع ادوية وتشارك في خطوط الانتاج وغيرها كتير. وتالت قسم معانا وهو قسم تكنولوجيا المعلومات. ممكن ناس كتيرة تسألني هو ليه قسم تكنولوجيا المعلومات أصلا موجود في علوم صحية؟ القسم ده ليه علاقة بعلوم الحاسوب شوية. احنا لما بنيجي ندخل مستشفى أو أي مركز طبي مش بيبقى فيه سيستم، بيبقى فيه معلومات عن المريض ده بيبقى مسؤول عنها. رابع وآخر قسم معانا وهو قسم الرعاية الصحية. القسم ده لو انت بتحب التمريض وما جبتش مجموع فالقسم ده ليه. القسم ده بيأهلك ان انت تشتغل في مستشفى كمساعد تمريض. كده نبقى وصلنا لآخر الفيديو، ويا رب نكون ردينا على معظم أسئلتكم. لو عندكم أي أسئلة تاني ممكن تسيبوها تحت في الكومنت وإن شاء الله نبقى نرد عليها في الفيديوهات القادمة.